مرض بيصيب أكتر من 40% من الأشخاص في العالم، ويعتبر أكتر أنواع أمراض الأوعية الدموية انتشارا. إيه هي دوالي الساقين؟ إيه أسبابها؟ إيه مضاعفاتها؟ إيه طرق علاجها؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في الحلقة الأولى من برنامج تدخل جراحي. السلام عليكم، معكم دكتور محمد منصور، أخصائي الجراحة العامة والمناظير والأوعية الدموية والدوالي والقدم السكري. دوالي الساقين هي تضخم في الأوردة الدموية اللي موجودة في الساقين أو القدمين، وبتكون باللون الأزرق أو البنفسجي الغامق، وبتحصل في الستات أكتر من الرجالة. ليه بتحصل الدوالي؟ الدوالي بتحصل لأسباب كتير، أهمها هو العامل الوراثي. تاني عامل هو الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، وممكن زيادة الوزن اللي بيزود الضغط على الأوردة يكون سبب في حدوث الدوالي. ايه هي المشاكل اللي ممكن تحصل لو سيبنا الدوالي دي ما عالجناهاش؟ ممكن يحصل تورم في القدمين، ممكن يحصل جروح تؤدي الى نزيف، ممكن يحصل جلطات في الأوردة المتضخمة، ممكن يحصل قرحة وريدية، ودي بيكون علاجها صعب جدا. أعراض الدوالي بتكون عبارة عن ألم وتقل في الساقين، وشعور بحكة في الجلد، وتورم القدمين خاصة بعد الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة. عشان نعالج الدوالي عندنا طريقتين. الطريقة الأولى هي الجراحة التقليدية، ودي بيتم فيها استئصال الوريد المتضخم في الساق نهائيا. الطريقة الثانية وهي الأفضل والأحدث والأقل في نسبة حدوث الارتجاع، وكمان الأأمن، وهي إغلاق الوريد المتضخم اللي موجود في الساق باستخدام قسطرة الليزر أو قسطرة التردد الحراري، وبيقدر بعدها المريض يمارس حياته الطبيعية بعدها مباشرة. أهم 3 نصايح نحمي بيها نفسنا من الدوالي هي ممارسة الرياضة بانتظام، تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، نحافظ على وزننا على قد ما نقدر. سيبولنا أسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتات، وأنا هرد عليكم بنفسي. وانتظرونا في الحلقة الجاية من برنامج تدخل جراحي.